تاني أكلة بمناسبة العاصفة والبرد ده، عملت لكم العدس. بسم الله. أول حاجة جبت الشوربة بتاعتي حطيتها في الحلة، لو ما عندكيش شوربة ممكن تحطي واحدة مرق. قطعت بصلتين كبار وحطيتهم على الشوربة، حطيت حوالي ربع كيلو جزر على الشوربة كمان، بيدي طعم جميل مع الشوربة. حطيت 3 حبات طماطم متقطعين، حطيت 4 حبايات كوسة. هضيف العدس بتاعي بعد ما غسلته غسل جيد جدا، وده حوالي نص كيلو. اقلب المكونات واسيبها على النار تغلي واغطي عليها. بعد ما يغلي كده لازم اوطي النار شويه عشان ما يفورش مني. بسم الله ما شاء الله، كده العدس استوى معايا. انا هضربه بالهاند بلندر، لو انت مش عندك ممكن تضربيه بالخلاط. احط البهارات بتاعتي بقى. اول حاجه معلقه ملح، وخلي بالك ان الشوربه بتبقى مملحه. طبعا معلقه كمون لان العدس بيحب الكمون. معلقه من الفلفل الاسمر صغيره. نعمل اول تركايه مهمه في العدس. هجيب معلقه سمنه بلدي حلوه كده واحطها في الطاسه. كنت دقه 4 فصوص توم مع قرن فلفل رومي وحطيتهم على السمنه، طبعا عليهم شويه من الكزبره وشويه من الكمون، وقلبي يا جميله لغايه ما الريحه التحفه تطلع لك. اول ما تاخد اللون الجميل ده نضيفها على العدس فورا وحط الطشه بقى. يلا نسمع بقى صوت الطشه. لو عايزه تشهقي اشهقي. تاني تركايه معايا شويه من البصل المحمر واحطهم على العدس واقلب. تعالوا بقى نسمي الله وندوق كده. بسم الله ما شاء الله، الطعم تحفه والوجبه متكامله. يا سلام على العدس مع لقمتين كده من العيش المحمص. ما تنسوش تعملوا فولو واكتبوا لنا بتحبوه ساده ولا بالشعريه.